السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كالعادة مع رويفعة الرويبضة الذي يروج لدين الرفض وولاية الفقيه، لطالما يفعل ذلك. أما هذه المرة يقدم رافع الكذاب المدلس إيران وحزب اللات حزب البهائم في جنوب لبنان على أنهم دعاة للأمن والأمان في الأوطان الإسلامية، وهذا كذب أعور يريد به استغباء مستمعيه، وسنفضح كل ذلك في إبانه في هذا الإصدار. فإيران ليست فقط دولة راعية للإرهاب، بل أول المطبلين والمباركين والداعين لثورات الربيع العربي. شاهدوا هذه المقاطع ثم نعود إليكم بإذن الله. ولولوك والصهيونية 2011 هذاك وين بدا الربيع العربي. دونك ما كذبتش، جي في جوست سيتي با اون انفورماسيون، سيتي اون اناليز. وخدمت الصحة أنا فيها، دوك كانوا يقولوا فيها حلف صهيوني هكذايا سني. شو واش يقول لك؟ جابوا لي امريكان كيما حبوا يديرونا لينا حنايا، كيما سلكت لي جبت. هما يضربوا الجيش، حابين يضربوا الجيوش. أما الآن فنشاهد مباركة إيران، وعلى رأس هذه المباركة آية الله أو آية الشيطان خامنئي الولي الفقيه، أكبر معمم في إيران ونائب صاحب الزمان ووكيله بالحق كما يزعم جراء الصفوية هؤلاء كرافع وغيرهم. نشاهد أيضا حسن نصر اللات والعزى وهبل، وهو يدعم ويحرض على هذه الثورات الموبوءة التي أطفأ الله عز وجل نورها أو نارها، والحمد لله رب العالمين. فلنشاهد. بالقرب من بيت الإمام السيد علي الخامنئي في حسينية الإمام الخميني قدس سره كان الموعد. الشباب المشاركين في مؤتمر الصحوة الإسلامية الدولي حضروا للقاء الإمام السيد الخامنئي الذي تحدث مطولا عن الصحوات التي طالت العالمين العربي والإسلامي، مؤكدا أن هذه التحولات التي حصلت تمهد لتحولات كبرى في المنطقة. دوران جديد، مرحلة جديدة بدأت ملامحها في كل العالم، فانتفاضة الشعوب الإسلامية ضد الدكتاتوريات العملية ظاهرة مهمة للغاية ومقدمة للانتفاضة ضد الدكتاتورية الصهيونية والاستكبارية، وسيؤدي ذلك إلى تحرير الشعوب وسيادة القيم المعنوية والإلهية. فالصهاينة وأمريكا الشيطان الأكبر والقوى الغربية تشعر حاليا بالعجز، وهذا الشعور يتزايد يوما بعد يوم. اللقاء الذي شهد الكثير من الهتاف لإيران الثورة ولبنان المقاومة وفلسطين القضية تخللته كلمات لمجموعة من الشباب ولا سيما من تونس، مصر، ليبيا واليمن. على إنجازه الثوري ليس سوى خطوة أولى نحو تحقيق الإنجاز الأكبر إن شاء الله تعالى، وهو تحرير أرض فلسطين والصلاة سويا في القدس الشريف إن شاء الله. ثورتنا ما زالت مستمرة، فقد استطعنا أن نسقط رأس النظام، ولكننا لم نسقط النظام بعد. فالنظام الذي قامت الثورة من أجل إسقاطه هو نظام كامب ديفيد، فثورتنا مستمرة حتى إسقاط كل فلول النظام. وكانت كلمة من لبنان لابنة الشهيد القائد عماد مغنية فاطمة. سيدي أنا ابنتكم فاطمة ابنة الشهيد القائد عماد مغنية، المجاهد العظيم الذي أفشل جهود كل أجهزة الأمن والاستخبارات لأكثر من 25 عاما، وخرب شبكاتها الاستخبارية ودمر هيبة أكبر جيشين في العالم، الأمريكي والإسرائيلي. في حين أبكت كلمة ممثل البحرين الجموع الحاضرة. حينما تساقط شهداؤنا واحدا تلو آخر كنا نشم نسيم الكرامة. هل تعلمون خصوصا في البحرين
هل تعلمون بأننا في موطن أبناؤه في أرضهم غرباء؟ عام 2011 كان حافلا لزعيم حزب الله حسن نصر الله، فقد ظهر فيه للمرة الأولى منذ 3 سنوات بين مناصريه. لم يوفر نصر الله فرصة للتعليق على أحداث المنطقة رغم تناقض مواقفه بحسب كل دولة. في تونس الشعب انتصر على طاغوته، في ليبيا انتصر هذا الشعب على طاغوته، كلنا نتطلع إلى مصر بأمل. في اليمن ما زال التحدي كبيرا وقائما، في البحرين ما زال شعبها يواصل حركته السلمية بالرغم من كل القمع وكل الخداع وكل النفاق. في يوم الثائر، في يوم المقاوم والمجاهد، في يوم الدم المنتصر على السيف والحق الذي يزهق الباطل، لا بد من كلمة في المنطقة. إن في يوم الحسين نوجه التحية لشعب تونس، لشعب تونس الثائر المنتفض القائم بالحق الذي ينادي بحريته وكرامته وعزته وحقه، ويرفض الخنوع للطاغية ولقمعه وقهره وسلطانه. دعما لانتفاضة الشعب المصري، اعتبر السيد نصر الله أن الشعب المصري يخوض معركة استعادة الكرامة العربية، واصفا صمود المتظاهرين بأنه لا يقل أهمية عن صمود المقاومة اللبنانية عام 2006 ومقاومة غزة عام 2008. أنتم تخوضون اليوم معركة الكرامة العربية، أنتم تستعيدون اليوم بصرخاتكم ودمائكم وثباتكم في الميادين والساحات كرامة الإنسان العربي التي أذلها وأهانها بعض حكامه خلال عقود من الزمن بالاستسلام والهزيمة. كلمتي للإخوة والأخوات في البحرين: لا تتأثروا بأصوات الطائفيين، ولا تحزنوا من إعلامهم ولا من فتاواهم، لأن هناك علماء وأصوات كبيرة في العالم الإسلامي من إخوانكم أهل السنة يقفون إلى جانبكم ويدعمون حقكم. أقول لإخواننا وأخواتنا في البحرين: اصبروا وصابروا واثبتوا في الدفاع عن حقوقكم. أقول لهم: مصلحة أمريكية وإسرائيلية، ندعو السوريين واليوم ندعوهم إلى الحفاظ على بلدهم وإلى الحفاظ على نظامهم المقاوم والممانع، وأن يعطوا المجال للقيادة السورية وبالتعاون مع كل فئات شعبها لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وأن يختاروا طريق الحوار وليس الصدام. رأيتم إخوتي الأكارم تناقض وتدليس هذا الرافضي يتيم فرنسا، والذي جنده الصفويون المجوس ليخدع بعض الحمقى والمغفلين. ومنها هنا نتأكد أن إيران هذه ليست سوى راعية للفوضى والإرهاب والخراب في العالم الإسلامي، في الوقت نفسه الذي تدعي فيه العداء لأمريكا والإمبريالية. وما حدث في فترة الثورات باختصار هو أن كونداليزا رايس قالت جملة تاريخية في الحقيقة، وهي: إنها الفوضى الخلاقة. فسمع وأطاع كثيرون
وعلى رأسهم خامنئي، وردد ذلك من ورائها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرجاء نشر هذا المقطع والإعجاب به والاشتراك إن أمكن، وأسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ جزائرنا. لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وحزبة الشيطان، جعلوا الشهور على قياس حسابهم، ولربما كملا لنا شهران، ولربما نقص الذي هو عندهم واف وأوفى صاحب النقصان. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، حبوا قرابته وسبوا صحبه، جدلان عند الله منتقضان، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان، فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأمي ذلك الفئتان، فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان. قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد، بدمي ونفسي ذلك الرجلان، فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران، بنتاهما أسنى سناء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان، أبواهما أسنى صحابة أحمد، يا حبذا الأبوان والبنتان.